هاد القصة اللي غادي نشارك معاكم وقعت لواحد السيد كان كيخدم سيكوريتي في واحد الشركة. هاد السيد غادي نعطيو له واحد الاسم مستعار باش غادي يسهل علينا السرد ديال تفاصيل القصة، وباش هاد الأحداث ديال هاد القصة هادي تكون مفهومة مزيان. هاد السيد غادي نسميو له عمر. عمر كيف قلت لكم كان كيخدم سيكوريتي في واحد الشركة، كان مزوج وعنده ولد باقي صغير. عمر خدم سنين في هاد الشركة وكان منضبط في الخدمة ديالو، وكانت الخدمة ديالو كتكون بالليل. الخدمة ديالو كان كيخدم بالليل، كيجي مع ديك 6 ديال العشية وكيخرج في 6 ديال الصباح، كيف هو معروف عند هاد الشركات ديال لا سيكوريتي اللي كيخدموا غالبا كيخدموا 12 ساعة. المهم كان كيقابل البوست ديالو وكان مستقر غير في واحد البلاصة، ما كانوش كينقلوه منا ومنا. عنده واحد السيد كيعرفو كان شيفور طاكسي، وقع له شي مشكل مع داك السيد اللي كان عاطي ليه الطاكسي، وحتى هو كان كره ديك الخدمة ديال الطاكسي، سمح في ديك الخدمة وبقى كيقلب على الخدمة حتى لواحد النهار تلاقى مع عمر وقال له ودي لا زعما الا جات على خاطرك الله يكثر خيرك، شوف لنا الا كاين شي خدمة مع هاد الشركة اللي كتخدم فيها، مع هاد الناس ديال هاد الشركة اللي كتخدم معاهم، نجي نخدم حتى انايا سيكوريتي ولا فاش ما كان، المهم ما نبقاش جالس. عمر بحكم انه كيعرف هاد الشيفور ديال الطاكسي وكان معرفة قديمة، توسط له عند داك المدير ديال ديك الشركة وقبلوا باش غادي يخدم معاهم. عطاولو واحد الخدمة حتى هو سيكوريتي، ولكن هو كان يخدم بالنهار، عطاولو الخدمة بالنهار. عمر كان هو مختار الخدمة ديال الليل، ان ربما كان فيها واحد شوية ديال الزيادة من الناحية المادية او لا شي مسألة هو اللي كان باغيها، المهم هو كان باغي يخدم الليل. المهم عطاولو واحد الخدمة اللي كيتناوب هو وعمر. هاد الشيفور ديال الطاكسي او لا هاد اللي كان شيفور ديال الطاكسي كيخدم بالنهار وفي الليل كيشد عليه عمر، بقاو هكذاك. وهاد الخدمة هادي خلاتهم بيناتهم داروا واحد ديك الصحبة ديالهم زادت توطدت اكثر، ولا هذا اللي كان شيفور ديال الطاكسي ولا مرة كيدير عرضة لعمر، كيقول له اجي انت والمراه ديالك وولادك اجيو عندي للدار تعشاو معايا اولا تغداو معايا، ملي كيكون عندهم شي نهار ما خدامينش فيه. وهاد العشاوات بيناتهم خلاوهم هذيك العلاقة ما بين هاد الأسرة وهاد الأسرة ولا شي كيمشي عند شي، ولا عمر كيمشي عند الدار ديال هاد الشيفور ديال الطاكسي بعض المرات بلا مراتو، يقدر يمشي غير هو بوحدو يتغدى مع صاحبه. وبعض المرات هذاك اللي كان شيفور ديال الطاكسي كيجي عند عمر الدار، واليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، حتى وقعت واحد الواقعة اللي حتى شي واحد ما كان كيتوقعها. هذا اللي كان شيفور ديال الطاكسي بحكم انه كان كيخدم النهار وما كيخدمش الليل، بطريقة ما أربط واحد العلاقة مع المرأة ديال عمر، أربط معها علاقة ولا كيمشي لعندها ولا كيخرج من الخدمة ويدوز لعندها، كيضرب واحد المدة بالليل عاد كيرجع للدار ديالو، ولا خليل ديالها او ولا خائن ديال صاحبه هي ولات خائنة ديال راجلها. بقاو على هاد الحالة واحد المدة حتى بدات الريحة ديالهم كتعطي، وحتى المرأة ديال هذا اللي كان شيفور طاكسي ولات كتشك في راجلها، كتعرفو كيخرج مع 6 ولكن فين كيمشي وما يدخلش حتى 12 ديال الليل او 11 ديال الليل، او بعض المرات كيبقى اكثر. بقات هي يدخلها الشك وبقات كتبعو غير من بعيد، وحتى هي عاقت بشي حاجة. هنا واحد النهار كيف قلت لكم من بعد ما بقات الريحة ديالهم كتعطي، هاد الشيفور ديال الطاكسي او اللي كان شيفور ديال الطاكسي، وبالمناسبة راه هذا ماشي ضرب في الشافر ديال الطاكسيات اللي كنحييهم من هذا المنبر والله يعاونهم على خدمتهم، واي واحد اللي كيجري على طرف الخبز بطريقة حلالية الله يعاونوا عليها. هاد القصة هذه وقعت، ولغة التعميم هي لغة الجهلاء، ما غاديش نقولوا كاع الشيافر فيهم هذه الخصلة او لا كاع اللي كانوا شيافر فيهم هذه الخصلة، هذا من باب التوضيح. المهم هذا اللي كان شيفور ديال الطاكسي واللي هو خليل ديال المرأة ديال عمر،
اتفق هو وياها باش غادي يحيدوا عمر من الطريق. اتفقوا هو وياها انه غادي يصفيوها ليه، وشوفوا الطريقه كيفاش غادي يديروا. بغاو يصفيوها له باش يخلى لهم الجو مع بعضهم بعض، ولما لا يتزوج بها واخا هو مزوج، ونسى داك الخير اللي دار فيه عمر، ونسى داك المعامله اللي تعاملها معاه. المهم واحد النهار عمر كان غادي يعني عنده الخدمه، غادي يدخل مع 6 د العشيه، ولكن عيط ليه هاد السيد هذا اللي كيتبادل هو وياه، هذا اللي كيف قلت لكم دبر ليه الخدمه، عيط ليه مع ديك 4 د العشيه، قال له ودي الله يكثر خيرك، ارواح لي قبل الوقت واحد شويه، روح لي مع 5:30، راني عندي شي غرض بغيت ندي صحاب الدار لشي بلاصه، المهم الله يسترك اجي لي قبل الوقت ونخلفها لك مره اخرى. وكانت بيناتهم بعض المرات هذه المعاملات. المهم عمر وصلت ديك الوقيته اللي دار معاه، قال له روح لي بواحد نص ساعه ولا قبل او لا اكثر. مشى لعندهم، اللي مشى لقاه موجد اتاي، قال له هاني يلا وجدت، انا صحاب لي مازال ما غاديش تجي، ولكن ملي جيت ها هو راني يلا عمرت اتاي، يلا الشرب، المهم انا غادي نمشي. لبس فيه الساعه، هز سويلحاتو ومشى بحاله. عمر شد داك البراد اتاي بدا يشرب فيه، شرب المهم داك اتاي وبقى في الخدمه ديالو. في الصباح جاو الناس اللي كيجيو مع الصباح بكري، وجا هاد صاحبو مع 6 باش يشد عليه الخدمه، كيلقى عمر ميت طايح في داك الكولوار فين كيجلس وميت. المهم علم دوك الرؤساء ديالو وناض الغوت السيكوريتي، صبح ميت مقتول ميت مقتول. تعلموا البوليس اللي جاو داروا معاينه اوليه ديالهم، كيبان لهم بان عمر مخرج واحد شويه ديال الكشكوشه من الفم ديالو، ودخلهم الشك في هذيك الوفاه ديالو. تهزت الجثه ديالو من بعد ما داروا المعاينات ديالهم وشافوا مزيان في داك المحيط ديال البلاصه فين تلقى. تهزت الجثه ديالو، داوها لمستودع الاموات، وبامر من النيابه العامه غادي يدالها التشريح. وبداو كيقلبوا تما ياك ما يكون هذا السيد شي واحد دخل عليه خنقو او لا هذه او لا شي حاجه ديال اللي تثبت بانه كاين شي جريمه، ولكن ما بان والو. ولكن من بعد ملي خرجت النتيجه ديال التشريح بينت بانه عمر مات مسموم، مات بشي سم، وبان بانه هذا السم شربوه في شي سائل. هنا ولاو البوليس كيشوفوا في ديك البلاصه فين كانت تلقى، وهما كانوا قبل فاش هما عفوا ما نسيت ما قلتهاش لكم، قبل فاش كانوا لقاو الجثه ديالو لقاو بان كان عندهم واحد البريد ديال اتاي، ولقاو شي كيسان هزوهم، كانوا تهزوا. فاش شافوا ديك الكشكوشه قالوا ربما تكون شي حاجه في هاد اتاي، هزوهم. هذه نسيت ما قلتهاش لكم. من بعد قلبوا داك اتاي، من بعد ما تثبت لهم بانه السيد راه مات بالسم، قلبوا داك البراد اتاي لقاو بان السم اللي شربوه عمر كان مديور في هاد اتاي. هنا لقاو بزاف ديال الفرضيات، واش هاد السيد زعما يكون هو انتحر، ولكن كيفاش غادي حتى يجي ويدير اتاي وينتحر بهذه الطريقه؟ من المستبعد. واش شي واحد اللي دار له هاد اتاي هذا ودار فيه هاد السم هذا؟ كانت حتى هذه كانت فرضيه ما لا تستصاغ، لانه ديك الوقيته اللي كيكون عمر ما كيكون حد في الشركه. رجعوا قالوا ياك ما يكون شي واحد، مشاو مع هاد البيس ديال ياك ما يكون شي واحد اللي دار له هاد السم في هاد اتاي، لانهم سولوا مراته قالوا لها راجلك واش كان واش كان يعاني من شي مشكل، واش كان عنده شي مشاكل اللي غتخليه انه يفكر ينتحر؟ قالت لهم لا، راجلي كان واحد الانسان اللي عايش بخير، عايشين ما خصنا حتى شي حاجه، مهنيين في الحياه ديالنا، وما كانوا عندنا حتى شي مشاكل اللي يخليوه انه يفكر ينتحر. المهم ولاو كيشوفوا في الشركه كيشوفوا الكاميرات، قالوا ربما شي واحد اللي جا دار ليه هذا السم هذا في شي ساعه اللي كان غافل. صاحبه قال لهم انا خاطيني وما شفتش. رجعوا كيف قلت لكم كيشوفوا الكاميرات اللي في الشركه، رجعوا للكاميرا اللي كاينه حدا فين كيجلس هو، لقاوها بانها في ديك الوقيته من ديك 5:30 او لا من قبل 5:30 شويه حتى صبح الحال، حتى طلع النهار، حتى بانت هذيك الجريمه، او لا حتى كان الناس مجمهرين على الجثه ديال عمر، كانت مغطيه. الساعه اللي تحيد لها واحد الغطاء
كانوا الناس متجمهرين، شكون اللي حيد داك الوطن الله اعلم. ولكن ولاو كيقلبوا في جميع الزوايا اللي فيهم الكاميرات، حتى وصلوا لواحد الكاميرا اللي يعني شاده داك الكولوار، شكون اللي دخل له وشكون اللي خرج. ملي رجعوا ليها كيتفاجئوا بانه اللي دخل لداك الكولوار هو صاحب عمر، اللي كان هو اللي دبر ليه الخدمه. تبعوه مزيان، شافوه فوقاش دخل، وداروا المزامنه فوقاش تغطات ديك الكاميرا اللي تغطات، اللي كانت اون فاس البلاصه فين كيجلس عمر. لقاوه ديك الوقيته اللي غير هو داز موراها تغطات ديك الكاميرا، ومن بعدها ما ولاتش تحلات حتى لواحد الوقيته اللي كان هو داز دخل لذاك الكولوار عاوتانيه ولا خرج منه، وديك الكاميرا فاش داز هو دخل تحلات ديك الكاميرا، يعني حيد لها واحد، دار فوقها واحد البلاستيكه حيدها. ملي وقعت ديك الناس مفتونين مع ديك الموت ديال عمر، هو دخل وحيد ديك البلاستيكه. عيطوا ليه قالوا له جي لهنايا، انت ديك الليله اللي كتقول بانني ما شفت وما عندي علاقه وكذا وكذا وكذا، شوف لنا هذا واش انت ولا ماشي انت. بقى كيشوف في راسو في الكاميرا وما لقى ما يقول، احصل بقى داق راسو في الارض. قال له ودابا قول لنا اش كاين، انت كتشوف في راسك وهاد الدليل قدامك، ما يشقاش عاد تبقى تزيد تطول على راسك الحبل وتزيد عاد تبقى تخلينا عاد نبقاو عاد نكثروا معاك الكلام بزاف. السيد اعترف بكل تلقائيه، قال لهم ودي انا هو مول الفعله، انا هو مول الفعله. قال لهم انا كيف قلت لكم، قال لهم انا كنت على علاقه بالمراه ديالو، انا عمر تعرفت عليه، دبر عليا بالخدمه هنايا، وحكى لهم كيفاش كانت الملاقاه ديالهم والظروف باش تلاقاو. قال لهم من بعد ملي بقيت كنمشي ونجي عليه وكيمشي عليا ويجي للدار، وبقينا كنمشيو عند بعضياتنا، المراه ديالو انا وياها بقينا كنتقاربوا مع بعضنا بعض. شي وقيته تبادلنا الارقام ديال التليفونات ودخل بيناتنا الشيطان، حتى وليت كنمشي عندها في الوقيته اللي كيكون عمر في الخدمه. عمر كيمشي للخدمه في العشيه، انا كنخلي غير كيطيح ودوز المغرب وكندخل لعندها وكنبقى عندها حتى لشي وقيته وكنمشي للدار ديالي. سولوا المراه ديال هذا اللي كان يخدم في شيفور في الطاكسي واش الراجل ديال كان كيدخل معطل، قالت لهم كان كيدخل معطل. اكدت كلامه، ولاو عند المراه ديال عمر، جابوها قالوا لها انتيا هاد السيد هاش كيقول هاش كيقول هاش كيقول هاش كيقول. في الاول نكرات، قلت لهم هادشي ما كاينش، ولكن بعد ما ضغطوا عليها بالبحث والتحقيق، ومن بعد ما داروا لها المواجهه مع هاد الخليل ديالها، وهذا الخليل ديالها عطى بعض التفاصيل اللي كاينه في الجسم ديالها، وبعض التفاصيل اللي كاينه يعني في بعض المناطق اللي هي حساسه فيها. والبوليس بطبيعه الحال كاينه بوليسيات اللي يقدروا مهم لفائده البحث يقدروا يشوفوا هاد الصوالح هادي، تاكدوا من داك الشيء اللي قال داك السيد، وتاكدوا من الكلام ديالو، وما لقات فين غادي تزيد تهرب. انا قلت لهم هاد الشيء اللي عطى الله. هذا السيد هذا في الاول كان كيجي مع راجلي، ومن بعد يعني بالصدفه تبادلنا الارقام ديال التليفونات في شي حاله من الحالات، وبقينا كنتراسلوا مع بعضنا بعض حتى لواحد الوقيته لقينا راسنا طحنا في المحظور. وواحد المده هو كيجي عندي وكان كينعس معايا بحال راجلي، وحتى لواحد الوقيته بقينا شكينا بانه يقدر راجلي غادي يكتشف هذا الشيء هذا، لان الريحه ديالنا بدات كتعطي. بديت مره كنسمع الهضره في الزنقه، وقلت ليه اش كاين، واقترح عليا انه يحيدوا من الطريق، وهو اللي دار داك الشيء كله. انا ما قلت ليه دير الراج، ما قلت ليه كيدير تقتلو، ما قلت ليه حتى شي حاجه. انا في الاول فاش بديت كنشم الريحه لان الناس بداو كيمعنيو ليه هذا، كنت قلت لهم تفارقوا، ولكن هو قال لي انا غادي نحيدهم من الطريق، وصافي دار داك الشيء اللي دار، وهذا الشيء اللي وقع. المهم من بعد ما اعترفوا هاد الاعترافات ديالهم، دارت لهم المسطره اللازمه في الحق ديالهم، ودار هاد المجرم اعاده تمثيل الجريمه اولا كيفاش دار باش وجد داك الراجل هذا للسيد في اتاي بجميع التفاصيل اللي دارها، وتقدموا للعداله وتحكموا بزوج بهم ب25 سنه. بالنسبه للمراه انها كانت واخا ما ارتكبتش الجريمه، ولكن كانت على علم بها والاتفاق مع ذاك الشخص هذاك اللي ارتكب الجريمه. من بعد مشى داك الاحكام ديالهم، مشات للمداولات، عفوا مشات للاستئناف، ومشات للنقد والابرام
في الاخر ما عرفتش بالضبط شحال فاش بقاو هاد الاحكام ديالهم، ولكن اكيد ومؤكد انه غتكون احكام اللي هي ثقيله واللي كتناسب هاد الجريمه اللي داروها. انه من الصعب جدا انه واحد الانسان يدخلك للدار ديالو ويوكلك ويشربك ويدير فيك بليزير، يدبر عليك بالخدمه وينقذك في واحد الوقيته اللي كنت انت ضايع ما لاقي اللي يخدمك، وتنوض تكافئوا بهذا الشكل هذا. شوفوا بعض الناس كيف كيعيشوا، وشوفوا بعض الناس كيف كيتصرفوا، وراه هذه هي الحوايج اللي خلات هذه الوقيته ديالنا ولا الخير الناس كتخاف منه، ولاو الناس اللي تتكلم معاه يقول لك اودي هذا الوقت صعيبه وهذا الزمان صعيب، اودي ما نقدروش نديروا ديك الحاجه، او لا اودي تخاف ندير ديك الحاجه ويوقع لي ويوقع لي ويوقع لي. هذه هما الحوايج اللي خلاو الناس كيخافوا. كنتمنى ان هذه القصه تكون عجباتكم، ويكون تم الاستخلاص ديال شي عبره من هذه القصه هذه. وكيف كنقول دائما العبره اللي خصها تم الاستخلاص ديالها من هذه القصص هي كيفاش نديروا نبعدوا من شي حاجه اللي تدينا للجريمه والطريق ديال الاجرام، ماشي كيفاش نديروا باش غادي نتملصوا من العقاب، وكيفاش نديروا نتملصوا من العداله، وكيفاش نديروا ننفذوا الجريمه. وهنا كنكون وصلنا للنهايه ديال القصه ديالنا، ومن هنا حتى نتلاقاو في حلقه جديده وفي قصه جديده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.